السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناتي، قناة مطبخ صباح. إن شاء الله تكونوا راكم بخير. عدت ليكم والعودة أحمد. شكرا للبنات اللي سقساو عليا واللي طلبوا مني أني نرجع. هاني رجعت ليكم يا حبيباتي يا صحاباتي يا خواتاتي. إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم وتستفيدوا أكثر وأكثر من هذه القناة. رمضان راهي يقرب والقلب راهو يترقب فيه. اللهم بلغنا رمضان بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار إن شاء الله لينا وليكم إن شاء الله. اليوم جبت لكم تدبيرة البنات، تدبير تخزين الجلبانة. إن شاء الله يا ربي تستفادوا من الفيديو على قد ما نقدر. المهم كي نشروا الجلبانة نخيروها معمرة البنات باش تخرج لكم كونتيتي ما شاء الله عليها كبيرة. بعد ما نجيبوها من السوق نقشروها وننقوها ونحطوها في الماء تتغسل. على بالكم البنات اللي في الجلبانة فيها التراب واللي بردو هذيك حنا نغسلوها على قد ما نقدروا وصاي وخلاص. بعد ما نغسلوها نديروها في مصفاة او في كيس سكتر، خلوها بجيه ونروحوا نحطوا الماء. انا هنا غسلتها 3 مرات البنات. نروح نحطو قلت لكم الماء يغلي. بعد ما يغلي نديروا له مغرف مليحه معمره تاع ملح. دوك تشوفوا كيفاه درت. بعد ما نحط هذيك المغرف، هذاك يعتبر حافظ يعني الملح، باش يحافظ لنا عليها على قد ما نقدر. فهمتوا البنات؟ هنا هاني درت الماء، ندير مغرف معمره ملح. هي شتو هذا الغليان نجيبوا الجلبانه نلوحوها بعد ما يغلي الماء كيما هكا. بعد ما يغلي الماء هاي حبست الغليان. هنا ما تحسبوش الدقائق. هنا كي تهز الغليه تبدا تغلي، احسبي 4 دقائق. بعد ما تهز الغليه، مش بعد ما تلوحيها وتحسبي ذيك وهي مازال ما غلاتش، لا من بعد تفزد لك وتقولي هي التجربه غالطه. لا، بعد ما تهز الغليه احسبي لها 4 دقائق. من جهه اخرى نروح نحطوا كروانه ونديروا فيها ماء بارد وغلاس من الاحسن، يعني كيما راني حاطه انا لا غلاس. حطيها من بعد ما تغلي هذيك 4 دقائق صفيها في كسكاس ومن بعد من الماء السخون هذاك. ومن بعد وهي سخونه كيما راك بتشوفوا البنات وهي سخونه، نحطوها في الماء هذا البارد اللي فيه لاغلاس وهي سخونه البنات. مع تقطريها برك من الماء هذاك السخون، لوحيها في الماء هذا، حطيها فيه باش نديروا لها شوك، يعني نخلعوها بالدارجه تاعنا، نخلعوها تحافظ لنا على الريحه، تحافظ لنا هذه الطريقه، تحافظ لنا على الريحه، تحافظ لنا على اللون، خاصه اللون وعلى الطعم تاع الجلبانه مش راح يتغير. مش كيما هذيك اللي نجيبوها من السوق البنات، ماهيش مستحبه بصراحه. المهم احنا هذه الجلبانه راح تقعد معنا عام، ما دير ريحه، ما تقسالنا، ما تغير لونها، ما والو، راح تقعد محافظه على كل المواد الغذائيه تاعها. شوفوا البنات اللون ما شاء الله راح يقعد نفس اللون، يعني بالخضار اللي راكم تشوفوا فيه. بعد ما يبرد الماء، تبرد الجلبانه في الماء هذاك ويذوب لاكلاص هذاك الكل، نجيبوا صفايات نصفوها نقطروها من الماء ونخلوها تنشف براحتها طول حتى تنشف وتبرد خلاص. نجيبوا الاكياس او العلب كيما حبيتوا، وين تحبوا تخزنوا خزنوه، ما كانش مشكل. هنا نجيبوا الاكياس، انا درت في العلب ودرت في الساشيات هذه تاع التخزين، يعني عادي جدا. حبيت نوري لكم باللي تصلح منه ولا منا كيما حبيتي. نحطوها في الكونجيلاتور، راح تقعد معانا لمده عام، ما حيصرى لها حتى شيء والو. راح تلقاوها كيما طيب زبده، كي تجي طيبوها ما تقسى ما والو، راح طيب لكم زبده، راح طيب لكم بهذاك الطعم اللي في الجلبانه كي تعود جديده، راح تقعد لكم خضره كيما راكم تشوفوا فيها حتى كي بعد ما تطيب. المهم هذه راني انا معتمدتها مده 6 سنين ولا 7 سنين انا نخدم بها، والناس اللي مقربه مني راهي على بالها واش راني نحكي، لان شافوها وجربوها معايا. نتمنى هذه التدبيره
تنال إعجابكم يا البنات وتستفادوا منها. وأنا هذه هي غايتي في هذه القناة، أنكم تستفادوا أكبر عدد. إن شاء الله تساعدوني باش تكبر قناتنا ونكونوا بزاف فيها لتعم الفائدة إن شاء الله. المهم نقول لبنات الجدد مرحبا بكم. وإذا عجبتكم قناتي ديروا اشتراك وحطوا لايك وفعلوا الجرس باش يجيكم كل جديد من عندي. البنات القدام معايا نشكركم بزاف انكم سقسيتوا عليا وقلتوا لي ارجعي، وكثر خيركم ونخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.